هتعمل ايه لو انت ماشي قبلك ضابط شرطة او امين شرطة وقال لك اتفضل معانا؟ اهلا وسهلا بيكم اصدقائي اصدقاء قناة على المنصة مع احمد حواش، القناة اللي بتقدم لكم المعلومات القانونية بشكل مبسط واسلوب عملي. موضوع حلقتنا النهاردة بيتكلم عن موقف بيتعرض له ناس كتير. هتعمل ايه لو انت ماشي في امان الله ولقيت ضابط او امين شرطة بيقول لك اتفضل معانا؟ انت لازم تكون فاهم كويس جدا انك انت كمواطن مصري ليك حقوق لازم تكون عارفها كويس جدا، علشان لو تعرضت لموقف زي ده تقدر تتصرف ازاي. واول حاجة لازم تعرفها انه مش معنى ان الضابط او امين الشرطة وقفك وانت ماشي في الشارع ان انت كده شخص مجرم. بالعكس، انت راجل ليك حقوق ولازم تبقى عارفها، واهمها اول حاجه هو الحق في الصمت. ولازم تفهم ان الضابط او مأمور الضبط القضائي في حاله المشتبه فيك لو حطيت نفسك في موضع شك بالنسبه له ان هو يعمل استيقاف، وده منصوص عليه في قانون الاجراءات الجنائيه. وده عبارة عن ان هو بيسألك رايح فين وانت فين بطاقتك او بعض المعلومات الوقتية او الموقف اللي انت فيه على حسب ايه هو. تقدر انك تستخدم حقك في الصمت وما تجاوبش الا في وجود المستشار القانوني الخاص. الحق التاني هو انك تتواصل مع المستشار القانوني الخاص بيك بعد ما تسمع كلمة اتفضل معانا. وتالت حاجة من حقك هنا انك تعرف انت واقف بتهمة ايه او ايه هي التهمة اللي متوجهة لك. وفي حالة انك اتعرضت لموقف زي ده، نصيحتي ليك اول حاجة اتكلم بهدوء وباسلوب مهذب ومحترم، وخلي بالك اوعى تمضي على اي مستند وانت مش فاهم حاجة. لازم تفهم كويس قبل ما توقع على اي مستند. يعني اللي عايز اقوله بمنتهى البساطة انه تخيل كده لو انت ماشي في الشارع ولقيت حد من افراد الشرطة بيوقفك وبيسألك عن اسئلة غير اللي احنا ذكرناها في حدود الاستيقاف، في حالة لو انت حطيت نفسك موضع شك وريبة. تصرفك هنا هيكون عامل معاه ازاي؟ بكل بساطة وبكل اسلوب مهذب ومحترم وهدوء هتقول له لو سمحت انا ما اقدرش اتكلم الا في وجود المحامي بتاعي، فخليني اتواصل معاه علشان اقدر ارد عليه. هنا انت بالرد ده حميت نفسك من معلومات كنت ممكن تقولها بالنسبة لك سهلة، ولكن ممكن تكون دلائل وقرائن على إدانتك وانت مش عارف حاجة. ودي كانت حلقتنا النهاردة. أتمنى إن كل اللي شافها يعرف هيعمل إيه لو اتعرض لموقف شبيه بالموقف اللي ذكرناه. ولو استفدت من المحتوى المشاركة علشان يستفيد أكبر عدد من الناس، وما تنسوش اللايك والمتابعة علشان يوصل لكم كل جديد. وإلى لقاء في حلقة وحلقات أخرى، أشوفكم على خير.